السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. ميسي يعيد اكتشاف نفسه برقم معتاد. وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي توجهه مع الفريق الأمريكي للمباراة الخامسة على التوالي، وسجل ميسي هدفا اختتم به رباعية إنتر ميامي في شباك شارلوت في بطولة كأس الدوريات التي تجمع بين أندية أمريكا والمكسيك. وذكرت شبكة أوبتا أن البرغوث سجل هدفا واحدا على الأقل في 13 من آخر 15 مباراة له على الملاعب الأمريكية مع النادي والمنتخب، بما في ذلك آخر 7 مباريات على التوالي. وأضافت أيضا أن قائد منتخب الأرجنتين سجل في 6 مباريات متتالية مع النادي والمنتخب للمرة ال12 في مسيرته. ورفع ليونيل حصيلته الإجمالية إلى 8 أهداف في أول 5 مباريات بقميص إنتر ميامي، الذي انضم إليه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر. وقع ميسي على عقد مدته موسمين مع النادي الأمريكي براتب سنوي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار، بخلاف مزايا مالية وتسويقية أخرى. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى أن يعجبكم، متنسوش دعمونا بالله كل اشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.